حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اهم حاجه ما تنسيش تصلي على النبي، نبدا يومنا كده بالصلاه على النبي وذكر وانك تذكري ربنا سبحانه وتعالى. النهارده بقى هنغسل معاكم كده السجادتين. فاكرين السجاده اللي كنت بقول لكم هديها والمغسله وكده؟ لا انا هغسلها معاكم النهارده ان شاء الله. اهو نتشجع يعني، واللي عندها برضو سجاده مكسله تقوم تغسلها وكده. لا نغسلها النهارده. الحمد لله يعني كان في شويه شموسه حلوين كده، بس على اخر النهار بدأ ان هو الجو يغيم تاني وكده. فربنا يستر بس على ما السجاد ينشف. احنا طبعا بنتعب فيه وكده. زي ما انتوا شايفين بقى، انا كنت دلوقتي بخمره ميه باريال. يعني بحط عليه ميه باريال وكده، علشان خاطر ان هو لما اجي اغسله ما يبقاش تعب قوي وكده. فانا دون بعد ما سبته يعني بعدها بساعه. فبعدها بساعه قلت بقى اما اغسله كده. على ما بقى ما دبحت لهم بطايه بقى وعملت لهم محشي النهارده، كان برضو الجو ساقع وكده. فلازم نتدفى يا جماعه والله. ما ينفعش بعد التعب ده كله واروح اقضي اي اكله كده وخلاص، لا ما ينفعش. لازم نتقوتي قلب اختك انت وهي. لازم تتقوتي كده وتتغذي علشان تقدري تشتغلي. انا بقى انا عايزه اقول لكم السجاده دي والله العظيم بجد كانت وسخه جدا، كانت استغفر الله العظيم بجد معفنه. كلمه معفنه دي سهله عليها. كلمه كده مش قادره اقول لكم قد ايه يعني بجد، على البلاوي اللي كانت طالعه من قلب السجاده دي بالذات. فالحمد لله يعني النهارده ربنا كرمني كده واتشجعت واتنشطت وقمت غسلتها. وغسلت السجاده اللي كانت في مفروشه في البراندا برضو. صعبان عليا عشان المره اللي فاتت ما غسلتهاش. قلت والله اللي غسلها المره دي. يعني دي تتغسل ودي ما تتغسلش، ما ينفعش. انا اصلا كنت بلهم هما الاتنين ميه وحطهم في البراندا زي ما هما مكانهم يعني. انا بعد ما غسلت السجاد ده اصلا والله ما كنت قادره اشيلهم من مكانه. لان السجاده دي كبيره وتقيله. او تعالي بقى، لما يكون عندك سجاده كبيره كده وتقيله وتيجي تغسليها وما انتيش قادره تشيلها من مكانها، ومفيش حد معاكي طبعا يساعدك ولا الكلام ده كله. فالحمد لله ربنا المعين يا جماعه، والله ربنا هو اللي بيعين. طبعا بدات اكب عليها ميه بقى وكده عشان اشطفها. انا كنت بحاول بالبستله طبعا، زي ما عملت المره اللي فاتت في السجاد التاني لو فاكرين. كنت بحاول من الحمام بالبستله، علشان خاطر انجز، لان اصلا ما كانش فيه خرطوم ولا الكلام ده، انا ما اعرفش هو راح فين اصلا. وادي السجاده التانية. السجاده دي سهله قوي في غسيلها، وما كانتش متوسخه قوي عشان تبقوا برضو عارفينه كده. هي بس كانت مبقعه. حاجه بسيطه يعني، كان فيها بقعتين تلاتة بس، لكن هي ما كانش فيها حاجه. شايفين الميه اللي ورايا عامله ازاي؟ بجد الميه وسخه قوي. كل ده من السجاده الاولانيه. وطلع عينيا بقى على المية دي على ما نزلتها الله يسامحه بقى اللي عامل الماسوره اللي في البلكونه. بجد الله يسامحه، مش مسامحاك والله مش مسامحاك. انا بدات اشطف فيها برضو، واما اعمل بالمساحه. ومتشجعي كده بلاش كسل، قومي ما تاكليش وتنامي. هو الجو اليومين دول بصراحه عايزه تاكلي وتنامي، يعني عايزه تاكلي وتدفي على طول. شايفين انا خلصت السجاتين اهوت، وادي منظر البرندة الحمد لله زي العسل يعني. مش عارفه اقول ايه الجمال ده. انا عندي حمام سباحه في البلكونه يا ولاد، يا عايز العيال تبلبط فيه. في الوقت ده بقى كان فعلا الجو غيم زي ما انتوا شايفين، ما فيش شمس. الشمس سبحان الله اختفت. يعني قالت لي والله ما انا طالعه دلوقتي. انا كنت خايفه اموت الجو يشتي وانا اصلا بغسل وكان الجو فعلا ساقع. طبعا ابني كان عايز يخش له، بس انا كنت خايفه عليه يتزحلق وكده، وما ينفعش طبعا يخش تعرفين السيراميك بيزحلق مع الاريال وكده، وانا كنت خايفه عليه. الميه طبعا لو انا ما نزلتهاش بالمساحه استحاله انها تنزل، والله بقول لكم يعني. صعب قوي بجد ان واحد يعمل لك الحاجه، اكنه متضرر ان هو بيعملها لك، او متقل ان هو بيعمل لك الحاجه رغم ان هو واخد فلوس على الحاجه اللي هو بيعملها دي. بس الله لا يسامحك على اللي انت عملته ده. وبدات انشف فيها طبعا عشان لو في بواقي ميه ولا حاجه، عشان البلكونه بتاعتي تبقى نظيفه كده وبتلمع، وتبقى زي الفل، تبقى شمعه فله شمعه منوره. انا والله ببقى مبسوطه جدا في اليوم اللي انا بصور لكم فيه فيديو ان انا هنزله. بس بالنسبه للناس اللي هي ما بتكتبليش كومنتات، الناس اللي هي عامله لي اشتراك جبر خاطر مش اكتر. لا انا عايزه منكم كومنتات، واهم حاجه في الكومنتات يا جماعه والله، انا عايزه ان انتوا تصلوا على النبي. بلاش اي حاجه تانية. انا هي الصلاه على النبي، انا مش طالبه منك اكتر من كده، ولا طالبه منك اكتر من كده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولايك. انتي خسرانه ايه؟ انتي مش خسرانه حاجه.
وطبعا المحشي كنت حشيته وكنت عملت لهم بطية حلوة زي ما قلت لكم قبل كده. ومستنية منكم بقى التعليقات الحلوة على الفيديو واليوم المتعب ده، بجد انا تعبت النهاردة. ادي البطية بتاعت الحلوة. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.